السلام عليكم. في ايام الصيف بنكون محتاجين حاجة حلوة كده وخفيفة تبرد على القلب وتكون شكلها يفتح النفس. عشان كده هنعمل النهاردة وصفة سهلة جدا، ما بتاخدش وقت كتير واحنا بنحضرها، ومكوناتها بسيطة وموجودة في كل بيت، وبمنجاية واحدة هتطلعي منها احلى واجمل حلا بارد ممكن تجربيه. وفي الحر ده مفيش اجمل واحلى من حاجة باردة وخفيفة تجمع ما بين الطعم الحلو وكمان الشكل الحلو. جربوها مرة وانا متأكدة انها هتبقى من الحاجات اللي هتكرروها دايما، لانها سهلة وبسيطة واقتصادية جدا. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعملها ازاي. واول حاجة هنبدأ بيها وهي طبقة المهلبية. معايا اول حاجة كيلو حليب. الحليب ده ما كانش مغلي قبل كده. هنضيف عليه 5 معالق كبار من النشا، والنشا في الوصفة دي هو مادة الربط اللي هيخلي معانا المهلبية تمسك. و6 معالق كبار من السكر الخشن، مش بودر ولا حاجة. ممكن برضو تزودوا في السكر او تقللوا منه، فده بيكون على حسب رغبتكم. وهنضيف كمان معلقة او معلقتين كبار من مية الورد، وبنقلبها على البارد لعند ما النشا يدوب تماما في الحليب. وخطوة التقليب على البارد دي خطوة مهمة جدا، لاننا لو ما قلبناش النشا كويس في الحليب قبل ما نرفعه على النار، او بمجرد بس ما نرفعه على النار هيكتل معانا وهيعمل تكتلات. هنرفعه على نار متوسطة وهنقلبه تقليب مستمر. وفي المرحلة دي بنضيف ربع معلقة صغيرة فانيليا. وهنا المهلبية بتكون على نار متوسطة، وبنفضل نقلبها تقليب مستمر، ما بنسيبهاش لحظة، لان لو سبتيها على النار من غير تقليب فهتلاقيها شطط معاكي. واول لما تحسي ان المهلبية بدأت تتقل زي ما انتم شايفين كده، بنسيبها على النار لعند ما تغلي، وبعد كده بنرفعها من على النار. معايا هنا قالب الكب كيك. هبدأ احط عليه فوطة عشان لما نحط عليها الكاسات او الكوبايات تبقى ماسكة وما تتحركش معانا. هنا حطيت الكوبايات بشكل مايل، وهبدأ اضيف فيها المهلبية. وطبعا ممكن تعملوها في كاسات او كوبايات او اي حاجة متوفرة عندكم. ويفضل انكم تكونوا مجهزين الكوبايات دي قبل ما ترفعوا المهلبية على النار، وده عشان لما المهلبية قوامها يتقل وكمان تبقى سخنة بنضيفها على طول عندي في الكوبايات دي. وده عشان المهلبية ما تجمدش وتمسك نفسها وهي لسه في الحلة. ممكن تحطوا الكوبايات بشكل مايل زي ما انا عاملة كده، او ممكن تحطوها مستقيمة. وبعد ما هنصب المهلبية عندي في الكوبايات، بعد كده بندخلها التلاجة على الاقل ساعتين، او لعند ما طبقة المهلبية تجمد كده وتمسك نفسها. وتاني طبقة هنعملها وهي طبقة الجيلي بالمانجا. في بولة كبيرة هنضيف فيها باكت من جيلي المانجا، او ممكن باكتين من جيلي المانجا، وده بيكون على حسب حجم الكوبايات او الكاسات اللي انت بتعملوا فيها. فلو حجم عندكم الكوبايات كبير فممكن تحطوا باكتين. وبعد كده هنضيف معلقتين سكر كبار ونص كوباية مية مغلية، وهنقلبهم كويس لعند ما الجيلي يدوب عندي في المية. واول لما الجيلي يدوب بنضيف عليه ربع كوباية مية باردة، وهنقلبهم تاني مع بعض. ولما الجيلي يدوب بنضيف عليه نص كوباية من بيوريه المانجا او عصير المانجا. ولو هتعملوا بيوريه المانجا فيفضل انكم تحطوا معلقة او معلقتين سكر، والسكر في المقدار ده كله نسبي، فممكن تزودوا او تقللوا، فده على حسب رغبتكم. وانتوا بقى بتضيفوا عصير المانجا او بيوريه المانجا ممكن تصفوه الاول، وده عشان المانجا بيكون فيها شعيرات والياف، وانا هنا ما صفيتوش عشان انا استخدمت مانجا نعومي، والمانجا النعومي ما بيكونش فيها ولا شعيرات ولا الياف. هو بعد كده ضربته بالهاند بلندر، وده عشان القوام يكون معانا مظبوط. وبعد ما طبقة المهلبية جمدت ومسكت نفسها هنطلعها من التلاجة وهنصب عليها طبقة الجيلي. شايفين بقى قد ايه طريقتها سهلة وبسيطة ومتاخدش وقت كتير واحنا بنحضرها. وبعد ما بنصب الجيلي في الكاسات بندخله التلاجة لعند ما طبقة الجيلي كده تجمد وتمسك نفسها. ومعايا بقى مانجاه واحدة هنقطعها مكعبات صغيرة. وما بنقطعش المانجا غير لما نتأكد ان طبقة الجيلي جمدت في التلاجة، وده عشان لو قطعنا المانجا وما كانتش لسه طبقة الجيلي جمدت فهتلاقوا ان المانجا معانا اسودت وشكلها مش احلى حاجة في التقديم. فيفضل ان احنا نقطع المانجا بعد ما طبقة الجيلي تجمد، وده عشان نزين بيها على طول وما تسودش معانا ويبقى شكلها حلو. ولو وصلتم لعند هنا وعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي.
وبعد ما طبقة الجيلي كده جمدت ومسكت نفسها، هنضيف عليها قطع المانجا، او ممكن حتى تسيبوها سادة كده من غير اي اضافات عليها، بس حقيقي طعمها بيبقى جميل جدا. والميزة في الوصفة دي انها بتاخدش وقت كتير واحنا بنعملها، وخطواتها سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت شكلها شيك جدا وحلو، وكمان طعمها حكاية. وفي الاخر هنضيف لمسة صغيرة بس هتفرق جدا في الشكل، هنضيف كده شوية ورق نعناع فريش على الوش، واللون الاخضر بتاع النعناع بيكسر لون الجيلي والمهلبية، وبيخليها كده شكلها حلو ومنعش اكتر. والميزة في الوصفة دي انها ما بتاخدش وقت، ومكوناتها موجودة في كل بيت، وتقدري بقى تبدلي في النكهات زي ما تحبي. جربوها مرة وانا متأكدة انها هتبقى من الحاجات اللي هتكرروها دايما، لانها مش بس سهلة، دي كمان هتخلص الحيرة لما تكوني محتارة تعملي ايه للتحلية. جربوها وان شاء الله هتعجبكم من اول مرة، وخصوصا لما تتاكل وهي ساقعة بيبقى طعمها جميل جدا. شايفين بقى قد ايه شكلها شيك وحلوة جدا، وما بتاخدش وقت كبير في التحضير ولا مكونات كتير، وفي الاخر طعمها بيبقى جميل جدا. ولو وصلتم لعند هنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي، واشوفكم على خير في فيديو جاي.